إذا أن نكون ديمقراطيين، وأن نقبل بالاختلاف مع الآخرين، وأن نصبر على أذى الآخرين، لأنه يلاحظوا إحنا حزب العدالة والتنمية كنميو هذا الشيء في شبابنا، ولكن أكثر ضحايا الفكر غير الديمقراطي هو إحنا. ما كيحملوناش اللي كيشبهوا لنا في المرجعية الإسلامية، فنقد نقول لكم هذا الشيء راه ما كيحملوناش، كينزلوا علينا شي نزلات أنا أستغربها في أنتم كتبان لهم حتى الأول بعدا عاد غيتبعك اليسار عاد غيتبعك المخزن. هذا الشيء قدرنا، ما كيحملوكش اليسار، وإحنا دابا كنفتحوا عليهم في كل تجلياتهم، ولكن هما لاحظوا كيفاش كيكتبوا علينا وكيف يتوجهوا لنا. ما كتحملناش مواقع كثيره في النفوذ السلطه، وحنا اول عدو لها من خلال اليه التشهير ديالها والاعلام، ما تسميه اعلاما موازيا وهو اعلام التشهير ديالها. كتحس نتايا بان لا ميسيون برينسيبال ديالهم، الوظيفه الاساسيه ديالهم هي ان تهاجموا حزب العداله والتنميه وخليكم عندكم يمشي يهز الراس. راه حنا وجهنا له ضربه في 2021 وانتم حضيوا معاه، خليكم غير معاه، ما تهضروش على انجازات الحكومه، ما محتاجينش، ما تهضروش على الازمات الاخرى الموجوده اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، خليكم غير مع حزب العداله والتنميه. هذا الشيء كله يدفعنا الى ان نتطرف باش ما نكونوش ذلك الفصيل الديمقراطي الذي يجب ان يظل مدافعا عن الحقوق والحريات وعن حريه الراي والتعبير ديال الاخرين. هذاك الشيء علاش كتلقانا في معارك كثيره نختلف. مهداوي ماشي بالضروره ان نتفق مع مضمون كلامه ولا مع طريقته في تقديم هذا، ولكن احنا متضامنون الى العمق مبدئيا مع حميد المهداوي، كما تضامنا مبدئيا قبله مع توفيق بوعشرين وسليمان الريسوني وعمر راضي ومع النقيب زيان ومع كل ضحايا المس بالحقوق والحريات ديالهم. يعني الخطاب في عمقه ماشي هو اشنو داروا ولا ما داروش، شنو كيقولوا ولا شنو كيقولوش، انتم متفقين مع الاقوال او الافعال. لا يمكن ان يحرف احد البوصله على انه احنا كديمقراطيين وسياسيين ومناضلين الهم الاساسي ديالنا هو ان ندافع عن الحقوق والحريات ديال الناس مهما اختلفوا عنا. يكون مواطن مغربي يهودي اقول، او مسلم، او لا يساري، او لا اسلامي، او لا كما بغى يكون، بوصفه انسان وبوصفه مواطن يجب ان نكفل له الحقوق والحريات ديالو الاساسيه وما نخرقوهاش بدعوى انه لسنا متفقين مع ما يقوم وما يفعل. داكشي علاش هادشي الذي تسرب عن هذيك اللجنه التي اصبحت سيئه الذكر والتي حدث فيها في محاوله للنيل والانتقام من حميد المهداوي، لان هناك جهات لا يعجبها ما تقدمه، بغض النظر كما قلت لكم عن راينا احنا من داكشي اللي كيتقدم، ماشي هذا هو النقاش، ولكن كل ما فعل لابعاده والانتقام منه ما يمكنش يكون اي واحد ديمقراطي او حقوقي او سياسي حقيقي يقبل به، لا يمكن. ماشي غير من منطلق اكلت يوم اكل الثور الابيض، البارح اللي قلتها الاخوان في الفداء، لا قالت لي صافي انا غنختم، ماشي غير بمنطق اكلت يوم اكل الثور الابيض، لان هذا منطق براغماتي، وانا في الحقيقه ماشي بزاف مع الفكر البراغماتي، انه زعما لانه هو في الحقيقه مخالف لمرجعيه المسلمين الحقيقيه. الا شفتوا الاسلام الحقيقي بقيمه الاصيله كاع ما فيه البراغماتيه، ما فيهش دافع عليه حيت ممكن يوقع لك داكشي اللي وقع له. لا، كانوا الناس كيكونوا مرتاحين ولكنهم يناهضون الظلم، لان الظلم كما يقول ابن خلدون مؤذن بخراب العمران، ثم لان الظلم ضد رساله الانسان السليم الفطره. انا اواجه الظلم لانه ظلم، ولست اواجه الظلم لانني اخشى ان يصلني ذلك الظلم. هذاك الشيء كتسمعوا الناس بزاف كيقول لك ايوا تبغي هذا الشيء يوقع لمرتك، تبغي هذا الشيء يوقع لبنتك، تبغي هذا الشيء يوقع لاختك. ماشي بالضروره هذه هي الاسئله. انا لا يمكنني ان اسيء، وانا هادشي كنقول لولادي، كنقول لهم ما تسيئش البنت لانه انت مؤمن بانه لا يجب ان اسيء الى امراه، ماشي لانني اخاف ان هذيك الاساءه فقط ان تصل الى اختي او امي وابني، لا، ولكنني لانني ضد هذيك الممارسه ويجب ان اواجهها، ويجب ان اعلم كل من حولي على ان يواجهها، لانه إلا بغيتوا مجتمع الأخلاق ليس مجتمعا براغماتيا. وبالتالي الدور ديالنا الأساسي ورؤيتنا في الحزب للمستقبل معكم، لأنه أنتم هم المستقبل ديال الحزب ديالنا، نتوجه إليكم لأنكم أنتم هم قادة المستقبل. لا بد من الاستمرار في الإيمان بوظيفة السياسة مع كل ما يفعلونه لقتل السياسة وقتل المعنى من داخل السياسة. وهذا الشيء للأسف الشديد هو اللي كديروا هذه الأحزاب اليوم التي نتصارع معها سياسيا ونواجه مشاريعها الفاسدة. كتسمى أحزاب ولكنها لا تمارس السياسة، هي جابت كل الآليات الفاسدة وتريد أن تلبسها لبوسا سياسيا، فأصبح السياسة مرادفة للفساد، والسياسة مرادفة للزبونية، والسياسة مرادفة للاحتكار وتنازع المصالح. ماشي هذه هي السياسة، هذه انتوما جبتوا لنا هذيك الممارسات ولبستوها واحد اللبوس حزبي وسميتوها حزب سياسي. الحزب السياسي كما شوهتموه في المخيال الجماعي، واش عقلتوا على ما عقلتوش انتوكا سابقا ملي كنتي كتقول في المغرب انا مناضل حزبي وسياسي، عرفتي شنو هي؟ انه من دواعي الفخر والاعتزاز انه يوقف شي واحد في الدرب ويقولوا هذاك السيد ولا ديك السيده كاين في حزب سياسي.
الحزب السياسي كان هو مرادف النضال، كان هو مرادف مناهضة الظلم، كان هو مرادف الجرأة في أنك تترجم حبك لهذا البلد من خلال الفعل ديالك لينتج باش تعيش في الكرامة وفي العدالة وفي الحرية، وباش تكون قادر بوعيك أن تدافع عن مصالح بلدك. واش الحكم الذاتي اللي جاي الذي سنطبقه في جهة الصحراء المغربية واش يريد وعيا سياسيا متوقدا لنفهمه دستوريا وإجرائيا باش نطبقوه وندافعوا عليه ونقنعوا به إخوتنا في الصحراء في الداخل والخارج، ولا باغي ناس لا علاقة لهم بالفعل السياسي كيقلبوا على شي همزة هنا ولا هنا وكيقلبوا فين البلاصة، وهذوك غتجيبهم غدا باش دير بهم المعارك السياسية الكبرى، هذوك حدهم داخلين معاك ومخبعين فيك حيت كيقلبوا حتى هما على شي هوته ولا على شي همزة تعطيها لهم. نهار ما تكون شي حاجة راه غيمشيو بحالتهم، لأنه بالنسبة لهم الحزب السياسي هو هذا والسياسة هي هذه. في حين وهو بها سأختم السي عبد الغني، السياسة نبيلة في عمقها وخصكم تستمروا في الدفاع عن نبلها، والانتماء إلى حزب سياسي فخر، والمسار اللي كتقطعوه في حزب سياسي هو شهادة. يمكن عندنا بزاف ديال الشواهد، ولكن انا ما نكرهش شي شهادة ديال التخرج من حزب العدالة والتنمية ولا من حزب سياسي ولا من السياسة نديرها ونعلقها، وهذيك بصح انا ما كنعلقش الدبلومات، ولكن نفرح بهذاك الدبلوم ونعلقه رايا فين ما نمشي واجعله فخر، لانني تخرجت من مدرسة كبيرة، مدرسة الحياة. في الحزب السياسي انتم تتعلمون كل شيء، بغيتي علم اجتماع، علم النفس، التاريخ، الحضارة، السياسة، الاخلاق، الدفاع الحقيقي عن الاوطان وعن القيم، كلها توجد في حزب سياسي. فانا ادعوكم الى ان تستثمروا هذه الفرصة التي اعطيت لكم، وان تستثمروا هذا اللاج اللي انتم فيه بكل هذه الطاقة والقدرة اللي عندكم والوقت اللي عندكم، في ان تقرأوا وتثقفوا انفسكم وتوعوا وتعطيوا من وقتكم لهذا الوطن، لانه يستحق. المغرب هذا راه ماشي بلاد غير ديال الذين يفسدون فيه والذين ينهشون في اطرافه ويأكلون فيه في الصباح والمساء، وكيجيو في الليل عبر مواقعهم التشهيريه وعبر وسائلهم كيبغيو يبينوا لنا بانهم هم محبي الوطن والمدافعين عن المؤسسات، وان احنا حزب العداله والتنميه هم الذين نسعى، قال لك سيدي، الى تشويه الوطن. لا، يجب ان تظلوا مقتنعين انه من داخل رسالتنا السياسيه نحن نؤمن باننا ندافع عن المصالح الحقيقيه لهذا الوطن، وسنستمر على هذا المسار بنفس متجدد يجعل ان شاء الله الاجابات ديالنا راهنيه على الاسئله الراهنيه ديال الشباب الذي يجب ان تحتضنوا تساؤلاته وان تحتضنوا قلقه بالكثير من الحب ومن التعاطف ومن عدم اطلاق الاحكام. وبالتاكيد ان شاء الله رسالتنا ستستمر. 2021 كانت محطه ولات ورانا، 2026 هي جايه احنا عوالين بالامل وبالطمانينه وبالايمان اننا نرفعوها. ربحناها ما ربحناها هذه غير محطه انتخابيه، جزء من المشروع السياسي الكبير الذي سيستمر بالانتخابات وبالانتخابات. اشكر لكم هذا التفاعل. السلام عليكم ورحمه الله.